عليكم مرحبا بكم في وصفة جديدة من وصفات انتصار بيوتي للوصفات الطبيعية. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد التبريمة يعني من الوجه حتى للرجلين، يعني نقدروا نديروها للجسم، اليدين، العنق وللوجه. هاد التبريمه كتكون على سليلاك اللي كتشوفوا قدامكم، دانون مسوس، فرماجه مثلثه او لافاش كيري او اي نوع، ودقيق الارز. ان شاء الله غادي نقدم لكم كيفاش في فيديو اخر نقدم لكم كيفاش تعملوا الرز في الدار، يعني وبلا ما تحاولوا بلا ما تبغيو تشريوه من عند العطار. غادي نديروا هنا تقريبا ملعقه صغيره حتى المعلقه ونص ديال الرز بودره. غادي نضيفوا ليه لافاش كيري او الجبن المثلث، يعني ممكن نستعملوا كيري، ممكن نستعملوا اي نوع. غادي نستعملوا ملعقه من سليلاك، هذا كيقشر لينا الوجه. ها هي. غادي نعملوا عاوتاني ملعقه من الياغورت الطبيعي او الزبادي الطبيعي. هاد التبريمه كيعملوها العرائس تقريبا من بعد ما كيقرب العرس ديالهم. غادي نخلط المكونات وغادي نرجع لكم باش تشوفوا الوصفه كيفاش كتجي. من بعد ما خلطنا المكونات يعني كنحصلوا على بحال هذا العجين هذا، يعني هذه تبريمه رائعه وغزاله للوجه ديال العروس، سيرتو العرائس، يعني كتبيض في واحد الوقت قياسي. ونعملوها يوميا، نخليوها حتى تنشف، نفزقوا الوجه ديالنا بواحد شويه ديال الماء ونعملوا امتي كوماج من الاسفل الى الاعلى بحركه دائريه. من بعد ما نغسلوه نديروا اما تونر ديال الورد، او نديروا الماء الورد، او نديروا الخيار تا هو نمسحوا به الوجه ديالنا ونخليوه حتى ينشف. يعني هذه الوصفه كنستعملوها لمده 7 ايام، يعني غتعطيكم واحد النتيجه خياليه. واي بلاصه عندكم فيها السواد، سواء العنق، اليدين، تحت الابيطين، اي بلاصه في الجسم ديالكم ممكن تستعملوها. وكنصح بها وكنأكد بها على العرائس ان شاء الله اللي مقبلين على الزواج يعملوها، لانها كتبيض في وقت قياسي. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم او التبريمه ديال اليوم تعجبكم. ما تنسوش الاشتراك، دعموني بلي لايك ديالكم، واي وصفه احتاجيتوها ديروها لي في خانه الوصف، وان شاء الله غادي نقدمها لكم في اقرب فرصه. كنتمنى لكم نهار سعيد، وان شاء الله مليء بالمسرات والسعاده. في امان الله.